تحديدا سنة 79 المجرمين قتلوني أنا وجوزي وابني الرضيع. بقى عمال يبكي عليا وهو شايفني ما بتحركش والدم في كل مكان. سيبناه لوحده في الدنيا يا حبيبي. الشرطة كمان قالوا إننا من أصعب القضايا اللي مرت عليهم وحلوها بصعوبة لأن ما كانش فيه شهود ومحدش شاف المجرمين. إحنا من محافظة قنا. جوزي شغال في كافيتيريا على الطريق الشرقي اللي بين محافظة سوهاج وقنا. أوقات كتير كنت بلاقي معاه فلوس كتير بس معرفش بيجيبها منين. لما كنت بسأله كان بيقولي إنه بيعمل شغل بره الكافيتيريا عشان يزود دخله، بس ما كنتش اعرف تفاصيل الشغل ده ايه. لقيت بالليل 3 رجاله بيخبطوا على باب الشقه. جوزي كان مريح في الاوضه. قلت له قوم افتح. لما فتح سلم عليهم وكأنه يعرفهم وراح مدخلهم. انا قلت اكيد حد من اصحابه، بالرغم من ان اصحابه عادة مفيش حد بيجي عندنا البيت ابدا وهو مش معودهم ان هم يخشوا عندي البيت. نده عليا اعمل لهم حاجة يشربوها. سبت ابني على السرير وقمت اعمل زي ما جوزي طلب. سمعتهم بيتكلموا مع بعض عادي بشكل طبيعي، ما حسيتش باي شيء مريب. دخلت تاني لابني ريحت جنبه على السرير. سمعتهم بيشدوا مع بعض في الكلام وبيقولوا لجوزي رجع الحاجة اللي أخدتها. وفجأة سمعت كركبة وجوزي بيزعق وبيقول كأنه بيتألم أو حد بيأذيه. لما طلعت لهم بره لقيتهم طعنين جوزي وواقع على الأرض وغرقان في دمه. ملحقتش اصوت، قاموا عليا مسكوني هما ال3 كتفوني وطعنوني. طلعوا يجروا بسرعة وسابوا باب الشقة مفتوح. انا كنت خلاص بموت. كل اللي كنت بفكر فيه ابني اللي هسيبه في الدنيا لوحده. كنت بتمنى حد يلحقنا عشانه، بس للأسف أنا وأبوه متنا. تاني يوم الصبح الساعة 7 جارنا اللي فوقينا شغال مهندس كان نازل شغله لقى باب بيتنا مفتوح على آخره. احنا ساكنين في الدور الأرضي. أخد باله إننا واقعين على الأرض وكل الصالة غرقانة دم. بسرعة طلع يجري على القسم وقال لهم في جناية في بيت جاري في نفس العمارة. وبسرعة البوليس حضر ولقوني أنا وجوزي على الأرض متوفيين، وابني لسه عايش ونايم على الأرض جنبي. ما كانش فيه أي آثار لاقتحام الشقة. ولقوا كوبايات ضيافة ل4 أشخاص، 1 لجوزي و3 لناس غريبة. معنى كده إن اللي قتلونا مش حرامية، دول ناس يعرفونا وكنا بنضيفهم عندنا في بيتنا، بس ما كانوش عارفين هم مين عشان ما فيش أي شهود على الجريمة. سألوا كل العمارة وحوالين العمارة محدش شافهم، بس الشرطة بطريقتهم عملوا تحريات وعرفوا إن جوزي شغال مع تجار مخدرات. عملوا لهم كمين وقبضوا عليهم واعترفوا بالجريمة كاملة، وقالوا إن جوزي كانت مهمته يستلم منهم المخدرات ويبيعها ويسلم الفلوس وياخد هو مكسبه. في مرة جوزي اخد المخدرات من التاجر عشان يسلمها لواحد تاني وياخد عمولته، بس جوزي باع المخدرات لنفسه واخد فلوسها كلها. كنت اتمنى ربي ابني في سلام، بس حياتنا انتهت بسبب ان جوزي كان ماشي في طريق غلط. ابننا بقى يتيم اب وام. عايزاكم تترحموا علينا، يمكن ربنا يسامح جوزي على اللي عمله فينا. وبتمنى ان ابني كمان يكون عايش حاليا في سلام ويكون عنده اسرة جميلة ويكون سعيد وفرحان في حياته. يا ريتني كنت موجودة معاه، يا ريتني انا اللي ربيته.